أنا اليوم جبت لكم فصال موديل مال تردن، يرهم فستان أو قميص أو يرهم حتى يعني دشداشة مالت بيت عصرية يرهم. هذا الفصال وحيل سهل وبسيط، وراح أشوفكم الطريقة شلون. أنا بنات هاي هنا تاخذون 20 سنتيم وتقوسوها بالقلم ترسموها، أو اللي متمكنة تقدر يعني هي من ذاتها تقص بدون أي قالب أو خط، واللي ما تقدر تقصوها على ورقة أول مرة. اللي ما تسيطر كلش تقصها على ورقة تقوسها ترسمها بالقلم وتقصها على الورقة، وبعدين يلا تقصها على القماش، خاف يعني ما تسيطر أول مرة. بعد ما ترسموها بنات بهذا الشكل، شوفوا شلون صارت. راح تقصوها لحد تقريبا 15 سنتيم هيج تاخذون تقصون، تبقى ال5 سنتيمات هيج تجرحوها جرح لي فوق، تسوولها بس فتحة على مود من تخلون الدانتيل مالتها. شوف بنات بهاي الطريقة دائما تخلون الدانتيل تصير وحدة فوق اللخ، ويصير شكلها ومنظرها ارتب واحلى. عندكم هذا الدانتيل أو تول، عندكم هذا تول السادة هم يرهم، تول سادة وتكفوه منا ومنا وتزقزقوه وتخلوه، أو تريدون دانتيل من هذا الدانتيل الخفيف أي شيء يرهم. إذا دانتيل أو تول عندكم سادة يرهم ويطلع شكله حيل حلو، بعد بالدانتيل بعد أحلى راح تطلع. شوف بنات خيطناها بهاي الطريقة، بعدين خيطنا الطريقة الثانية. شوف هاي راح تصير بالداخل مالتها، راح تصير لي جوا شوية. تخيطوها مثل ما تشوفون، ورا ما تخيطوها بنات تكووها. الكوي مهم، كل مرة دا أكرر عليكم الكوي كلش مهم بشغلة الخياط، يعني ينطيك نص جمال الخياط الكوي. إذا شي أنت مخيطته حلو وما مكوي ما يبين جماله، إذا ما تكوي ويتعدل وتنبسط شكو كسرة بيه أو عقشة مالت الخياط. هسه بنات شوف هسه راح نكويها على مود شنو تصير عدلة ومرتبة. شوفوا شلون واقف في الدانتين مالتها، هسه بالكوي راح تصير عدلة ومرتبة ويطلع شكلها بعد أحلى. ورا ما تكوها بنات وتكملوها، شوف بنات شلون قاعد شكلها بالكوي. شوف هاي صارت وحدة فوق الثانية، طبقة فوق الثانية على مود تطلع مرتبة. شوف بنات شلون الكوت ترتبت. تجيبون دقم 3 تخلون على تريدون الدقم لون أبيض ماكو مشكلة، أو تخلون بلون القماش هم ماكو مشكلة، أي لون تخلون هو حلو. أنا أفضل يعني تخلون بلون القماش، لأن هذا الدانتيل هو أبيض فيطلع أحلى بعد إذا خليته بلون القماش الدقم. شوف بنات ترتبوها شوية تدوسون بيها تطلع بعد أحلى.